اكاديميه المحترفين النهارده بترحب بكل واحد موجود في ملعب اللقاء. النهارده شايفين رئيس نادي اجا الكابتن عادل ابو فتوح. كابتن عادل، في البدايه بنرحب بيك ونقول لك بدايه موسم صعب جدا، لكن النهارده هنا الموسم بنفكر النهارده في يوم جميل جدا، هو يوم البهجه والسعاده والنجوم الكبار ان شاء الله اللي يسعدوا نادي اجا واللي يسعدوا مدينه اجا بكاملها. والله يا كابتن احمد، الاول انا بتشرف بوجودك النهارده، والله مفاجاه ليا جميله ان حضرتك موجود. طبعا انت حاجه جميله في الاعلام المصري كله، بجد احترام وادب وكل حاجه. وبرحب طبعا بالناس دي، اكاديميه معموله في مركز شباب اجا، اكاديميه محترفين مسماها محترفين. طبعا هو كان جه في الاول برضو ان هو بيعملها، فبشورني قلت له اهم حاجه برضو قلل السعر عشان الناس برضو ظروف الناس والدنيا كلها صعبه، فهو الحمد لله قلل السعر وعمل حاجه منظومه كويسه. بجد العدد زاد ما شاء الله، ربنا يوفقه. واحنا بنطلب التوفيق لكل الاكاديميات الموجوده في مركز شباب اجا، وانا دايما ادعمهم كلهم. وطبعا حاجه جميله. وطبعا بالنسبه للموسم صعب عدى السنه اللي فاتت، وانت طبعا كنت ادرى اكتر واحد يا كابتن عادل، احمد عادل، كنت انت اكتر واحد موجود معانا وعارف. انا بستعد دلوقتي وبعد للموسم الجديد بالناس المحترمه اللي حوالين مني كلهم ان شاء الله. بنعد نفسنا بقوه لان الموسم هيبقى صعب جدا جدا جدا، فان شاء الله ربنا يسهل وباذن الله بنجهز نفسنا للموسم الجديد. كابتن عادل، بترحب بالضيوف كابتن الاستاذه ايه فتى والاستاذ عادل رضوان والكابتن ابراهيم حايس، نجوم كبار جدا بيساندوا الكابتن اسلام لاسعاده ووجوده في ملاعب الكره المصريه وملاعب الناشئين وملاعب اللي لها مستقبل كبير جدا. سعاده كبيره جدا بنشوفها النهارده، وبعد اولياء الامور اللي بتتعب معانا خلال الموسم، يعني اولياء الامور ده بنتكلم عليهم علامه استفهام كبير جدا، بندي لهم حقهم ان هم بيتعبوا معانا، جايين النهارده في طقس حر النهارده ان هم عشان يتكرموا تكريم كبير جدا، وهم لهم كل ثانيه وكل دقيقه لهم تكريم. والله يا كابتن احمد فعلا احنا شوف كان زمان نيجي نلعب كوره، كان اللي بيلعب كوره دي بصايع. الوقت اولياء الامور دعم للاولاد غير عادي، بجد انا بحترمهم. يعني تلاقي ولي الامر او والدته جايه قاعده جنب الولد عشان يبقى حاجه. طبعا برضو لازم الاكاديميات، انت راجل بتاخد لازم تهتم، دي دايما اللي انا بقوله له، تهتم بالعيل وتهتم بسلوك العيل وتهتم ان العيل دي يطلع حاجه، مش اسم ان انا بمرن وعامل اكاديميه وباخد فلوس وخلاص، لا ما ينفعش. لازم اتعب ولازم اجتهد ولازم تجيب مدربين على مستوى عالي. وطبعا برضو كابتن اسلام عامل شغل كويس وبالتوفيق له وربنا يوفقه ان شاء الله في الظروف الصعبه بتاع الناس، وما شاء الله عنده عدد كويس، ربنا يوفقه ويستمر بس. واهم شيء ان هم العيال بس استجاب، والمدربين ان شاء الله يبقوا على اعلى مستوى ويعملوا حاجه جميله ان شاء الله للاكاديميه. شكرا لك كابتن اسلام. الله يخليك كابتن، الله يخليك كابتن.